بما اننا في موسم الرمان، حبيت ان يكون موضوعنا النهارده عنه. الاول تعرفوا ان الرمان من فواكه الجنه او من ثمار الجنه. ورد ذكره في سوره الرحمن لما ربنا وصف الجنه وقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيهما فاكهه ونخل ورمان. الرمان بيكون لونه احمر قاتم، وده بسبب احتوائه على مضادات اكسده وعلى معادن كتير. واهم معدن موجود في الرمان هو معدن الحديد. كمان الرمان بيتميز ان معدن الحديد اللي موجود جواه من الحديد سهل الامتصاص، على العكس من طبيعة الحديد. طيب لو حبينا نتكلم عن الرمان بشكل اكثر شمولية، هنقول ان هو مقاوم لبعض انواع السرطانات لانه بيحتوي على مضادات اكسده. كمان بيخفف حدة فقر الدم بسبب احتوائه على نسب عالية من معدن الحديد. بيقوي العظم والمفاصل وبيخليها أقل عرضة للإصابة بالأمراض. بيقاوم أمراض القلب والشرايين عن طريق إيه؟ إن هو بيخفض ضغط الدم المرتفع، بيعلي مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، وبيقلل مستويات الكوليسترول السيء. كمان بيعزز صحة الدماغ وبيقوي الذاكرة بفضل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب اللي موجودة فيه. كمان أكل الرمان بانتظام بيساعدنا على تحسين الأداء الرياضي، تسريع تعافي العضلات والجسم بعد ممارسة الرياضة. كمان الرمان ليه تأثير كويس جدا على مؤشرات الشيخوخة اللي بتصيبنا، الشيخوخة الطبيعية، زي تأثيرها على البشرة. إن الرمان بيقلل شيخوخة البشرة زي التجاعيد. كمان بيرفع مستويات الخصوبة للرجال والنساء، وبيعزز الرغبة الجنسية، ومقاوم لبعض المشاكل اللي بتصيب الحيوانات المنوية. وأخيرا، مريض السكر، الرمان بيكون ليه فايدة كبيرة جدا لمريض السكر لأنه بيحسن مقاومة الأنسولين وبيخفض مستوى سكر الدم.